أنا طول عمري بحب الحاجات القديمة، مش شرط تكون غالية أو أنتيكات نادرة. بالعكس، أكتر حاجة بتشدني هي الحاجات العادية اللي شكلها بسيط بس حاسس إن وراها حكاية. دايما لما ألاقي حاجة قديمة بفضل أفكر كانت لمين، وصاحبها كان عايش إزاي، وإيه اللي خلاها توصل لحد هنا. يمكن ده السبب اللي خلاني أول ما شفت المحل ده وقفت من غير تفكير. المحل كان في شارع ضيق، والغريب إني مش فاكر إني شفته قبل كده مع إني بعدي من المكان ده كتير. كان من نوعية المحلات اللي كل حاجة فيه متغطية بطبقة تراب، تحس إن بقاله سنين محدش دخله. دخلت أتفرج لحد ما عينيا وقعت على كاسيت قديم، مش عارف ليه بالذات، بس حسيت إنه شدني بطريقة غريبة مع إن ما عنديش شرايط ولا حتى كنت ناوي أشتري حاجة. بس أول ما شفته حسيت إني لازم أخده. رحت لصاحب المحل وقلت له إني عايز الكاسيت. بصلي شوية كده وبعدين قال: متأكد إنك عايزه؟ ليه، هو بايظ؟ لا، هو بس قديم. رده كان عادي بس نبرة صوته كانت غريبة، كأنه خايف. اشتريته ومشيت وأنا بفكر إني أبقى أشوف أي مكان أجيب منه شرايط قديمة، يمكن أستخدمه أو حتى بس أرجع بيه ذكريات. لما رجعت البيت حطيت الشنطة اللي فيها الكاسيت على المكتب. كنت عايز أجربه بس أشوف شغال ولا لأ، يمكن أحتاج أصلحه أو أنضفه. وأنا بطلعه من الشنطة حسيت إن الشنطة فيها حاجة تانية غيره. بصيت جواها تاني، كان في شرايط غريبة. أنا متأكد إن ما كانش في شرايط بتتباع معاه. طلعتهم على المكتب، 4 شرايط كاسيت، مفيش عليهم أي حاجة، لا اسم ولا كتابة ولا حاجة تدل إيه اللي عليهم. فضلت واقف باصص لهم شوية، يمكن الراجل حطهم وأنا ما خدتش بالي، مع إني متأكد إني ما شفتهمش. بس هيجوا منين يعني؟ مسكت واحد فيهم قلبته في إيدي شوية لحد ما لاحظت رقم صغير مكتوب عليه 4. حطيته في الكاسيت وشغلت. في الأول ما كانش فيه غير صوت تشويش ثواني، وبعدين الصوت بدأ يبقى أوضح. ده وصل لي أنا، دي آخر. وفجأة الشريط وقف. إيه ده؟ بصيت على باقي الشرايط تاني، لو ده رقم 4 يبقى فيه 3 غيره. دورت لحد ما لقيت رقم 1، ومن غير ما أفكر كتير حطيته في الكاسيت. أنا قررت أسجل اللي بيحصل لي، مش عارف ليه. يمكن لو اتكلمت أحس إن اللي بيحصل ده حقيقي، أو يمكن عشان لو حصل لي حاجة يبقى في حد يعرف أنا مريت بإيه. أنا بقالي فترة حاسس إن في حد معايا في الشقة مع إني عايش لوحدي. في الأول الموضوع كان بسيط، كنت بسمع صوت خطوات، قلت عادي جيراني اللي فوق أو حد في السلم. بس المشكلة إن الصوت كان بيبقى جوه الشقة. كنت بسمع حد ماشي في الطرقة أو في الأوضة اللي جنبي. في الأول حاولت أتجاهل، قلت أكيد بيتهيألي. بس بعد كده بدأت أخد بالي من حاجة غريبة. الصوت كان بيمشي ورايا، يعني وأنا ماشي في الشقة أسمع خطوات ورايا بالظبط، ولو وقفت الصوت يقف، ولو كملت مشي يرجع تاني. جربت أبص ورايا، فجأة مفيش حاجة. بس أنا متأكد إن في حد كان ورايا. الموضوع ما وقفش على كده، بقيت بسمع الخطوات دي في كل حتة، مش بس في البيت، حتى وأنا نازل السلم أو ماشي في الشارع. نفس الإحساس، نفس الصوت، كأن في حد لازق فيا ومش راضي يسيبني. أنا بقيت حاسس إني متراقب، كأن في حاجة بتبص عليا طول الوقت مستنياني، حتى وأنا نايم
بصحى فجأة كأني في حد جنبي، بس لما بفتح عينيا ما بلاقيش حاجة. أنا مش عارف ده إيه ولا ليه بيحصل لي أنا بالذات، بس الحاجة الوحيدة اللي متأكد منها إني مش لوحدي. هو دايما ورايا. الشريط خلص. كان قصير بس مش مريح خالص. في الأول قلت يمكن حد بيمثل أو بيهزر، بس طريقة كلامه ما كانتش كده. كان بيتكلم برعب وبجدية جدا. ايه ده؟ ايه الرعب ده؟ ده أنا طلع قلبي خفيف قوي. لا، ده أنا أدخل أنام بقى. أنا بدأت أتخيل حاجات. موضوع الشريط ده فضل في دماغي، مش عارف أتجاهله. فضلت أفكر، إيه اللي ممكن يخلي واحد يحس إنه متراقب كده؟ هل ممكن يكون عنده بارانويا مثلا، ولا في حاجة تانية؟ لما صحيت حسيت إن في حاجة غلط. مش عارف أحدد إيه بالظبط، بس كان في إحساس مزعج كده، زي ما أكون مش لوحدي. قمت من على السرير وأنا خارج من الأوضة حسيت إني سامع صوت خطوات. وقفت، الصوت وقف. فضلت ثابت مكاني شوية، وبعدين هزيت دماغي. تهيؤات. مشيت ناحية المطبخ، رجع الصوت تاني، خطوات ورايا. كملت عادي كأني ما سمعتش حاجة، بس الصوت مرحش، كان لسه معايا. أكيد بيتهيألي، أكيد الشريط أثر عليا، صح؟ بصيت ناحية المكتب للكاسيت، رحت ومديت إيدي للشريط اللي عليه رقم 2، حطيته في الكاسيت وشغلت. أنا قررت أكمل تسجيل. حسيت إن لما بسجل الموضوع بيبقى حقيقي أكتر، مش مجرد حاجة في دماغي أنا لوحدي. موضوع الخطوات ما وقفش، بالعكس بقى أكتر. مفيش مكان بروحه إلا وأنا حاسس إن في حد ماشي ورايا. بس المشكلة مش هنا بس. من يومين الأصوات بدأت. في الأول كانت خفيفة، زي حد بينادي اسمي، بس واطي جدا، لدرجة إنك تفضل تسأل نفسك أنا سمعت فعلا ولا بتخيل؟ بعدين بقى في صوت تاني، زي نفس تقيل أو حشرجة، قريب جدا، قريب لدرجة إني ساعات بحس إن ورا ظهري على طول، وساعات ضحك واطي ومش واضح بس موجود. من ساعتها وأنا بقيت أقفل على نفسي أوضة النوم، بقفل الباب بالمفتاح وأقعد جوه. في الأول كنت بحس بأمان شوية، بس ده ما استمرش، لأني بدأت أسمع خبط خفيف في الأول، زي حد بيخبط بإيده بالراحة، وبعدين بقى أقوى، كأن حد واقف بره وعايز يدخل. أنا خايف، مش فاهم إيه اللي بيحصل لي. فكرت أروح لدكتور، بس هقوله إيه؟ هيقول إني بتخيل أو إني بدأت أتجنن. بس أنا متأكد إن في حاجة. أنا دلوقتي بسجل وأنا مستخبي جوه الأوضة، وحاسس إني في أمان هنا، أو على الأقل لحد دلوقتي. أنا بدأت أتلخبط بجد، مش قادر أستوعب إن حد ممكن يعيش في حاجة زي دي. إيه الشرايط دي أصلا؟ ومين اللي كان بيسجل؟ وإيه اللي كان بيحصل له بالظبط؟ إيه ده؟ في حد هنا؟ جسمي كله أشعر. هو في إيه؟ من ساعة ما سمعت الشرايط دي وأنا بقى بيتهيالي حاجات. وبعدين حسيت
زي ما يكون في حاجة ما خدتش بالي منها. رجعت الشريط، كنت عايز أتأكد. زي نفس تقيل أو حشرجة، وساعات ضحك. وقفت الشريط ثانية واحدة كده، أيوة هنا. عليت الصوت وسمعت صوت في الخلفية ساعات غير صوت اللي بيسجل. ضحك. أنا سمعته، ده مش لوحده، في صوت تاني في الخلفية. وفجأة سمعت نفس الصوت بس من جنبي. اتلفت حواليا بسرعة، مفيش حد. مين هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدأت أخاف بجد. أنا شايف إن كفاية كده عليا النهاردة، مش عارف ليه، بس حسيت إني لازم أعمل زي اللي في الشريط. دخلت الأوضة وقفلت الباب. هو ده صوت خبط؟ أنا ليه اتأثرت بالشرايط دي كده؟ أنا أصلا مش من النوع اللي بيخاف بسهولة. حطيت المخدة على دماغي، بس الصوت لسه موجود، نفس الحاجة اللي كانت في التسجيل. فضلت كده مش عارف قد إيه لحد ما نمت. بعدها الشرايط دي استحوذت على حياتي. بقيت بصحى وانام وانا بفكر فيهم، مش مجرد فضول، لأ، كأني بقيت عايش جواهم، حاسس بكل حاجة بيحكيها. الشريط التالت كان أسوأ من الاتنين اللي قبله. بقيت بشوفه مش بشكل واضح، لأ، ظل يظهر في طرف عينيا. مش قادر أحدد له شكل، بس أنا عارف إن هو. حتى في المراية وأنا واقف لوحدي بشوف كأن في خيال أو حد واقف ورايا، بس لما بص ما بلاقيش حد. الغريب إن حتى لو الأوضة منورة، المكان اللي بيقف فيه بيبقى ضلمة. بقى ورايا في كل حتة، دايما موجود، دايما شايفه بطرف عيني. أنا حاسس إنه بيقرب، بس المشكلة إنه مش كيان واضح. مش عارف أهرب منه، مش عارف حتى أحدده. كل اللي أعرفه إنه هنا على طول. الصوت اللي بينادي عليا بقى أقرب، أوضح، والضحك بقى أعلى. أنا خايف. حاولت أبقى وسط ناس، ما بقاش لوحدي. بقيت أرجع البيت على قد النوم بس، وأقضي باقي وقتي وسط أي حد. كنت فاكر إن كده ممكن ما يعرفش يوصلي، أو على الأقل ما يلاقينيش لوحدي. ولما ببقى مع ناس الحاجة دي بتهدى شوية، مش بتختفي بس بتقل. أنا مش عارف أعمل إيه. الحاجة الوحيدة اللي مخلياني لسه متماسك هو التسجيل ده. حتى وأنا بسجل دلوقتي أنا شايفه واقف مستني، كأنه بيسمعني هو كمان. فضلت ساكت، مش قادر أتكلم ولا حتى عارف أرتب أفكاري. أنا بقيت خايف يحصل لي زي ما حصل له. كل شريط بسمعه بحس إني بتأثر أكتر، كأني بمر بنفس اللي هو مر بيه. في الأول كنت بقول لنفسي تهيؤات زيه بالظبط، بس دلوقتي الصوت بقى أقرب، أوضح. حتى دلوقتي أنا سامعه. خايف أبص حواليا، كأني لو بصيت هشوف حاجة. أنا بقيت بترعب من أقل حاجة، أي صوت، أي حركة، حتى الطرقة. حاسس إن في ركن فيها ضلمة، مش ضلمة عادية، كأن النور مش واصله. أنا مش هكمل الشرايط دي، في حاجة غلط فيها، مش طبيعي اللي بيحصل ده.
هحاول أنساها خالص، وبكرة إن شاء الله كل حاجة ترجع طبيعية. صح. أنا شفته الظل، نفس الظل اللي كان بيتكلم عليه من ساعة ما صحيت وهو معايا. مش واضح، مش شكل بني آدم. ولما بصيت في المراية كان واقف ورايا بالظبط زي ما قال. نورت كل الأنوار، كل حاجة في الأوضة بقت واضحة إلا المكان اللي هو فيه. حاولت أهرب زي ما هو عمل، نزلت قعدت على القهوة وسط الناس والزحمة والدوشة. قلت لنفسي مستحيل يظهر هنا، بس كنت حاسس ببرودة في ظهري، كأن في حد واقف ورا الكراسي قريب جدا ومحدش شايفه غيري. أنا بدأت أفهم الشريط ده مش مجرد تسجيل، ده حاجة ملعونة، وكل ما بسمعه الموضوع بيحصل لي أنا، والكيان ده بيقرب لي أكتر. أنا مش هسمع الشرايط دي تاني أبدا. أنا غلطت إني سمعتها من الأول. يا رب ابعدوا عني. عدى أسبوع، أنا ما سمعتش الشرايط تاني ولا مرة، بس الموضوع ما وقفش، بالعكس زاد. بقيت حاسس بيه جنبي. أنا عايش في كابوس وحاسس إن مفيش قدامي وقت طويل. يا ريتني ما كنت جبت الكاسيت ده ولا شفته في حياتي. أهرب فين وأعمل إيه؟ أنا هلميهم، أخلص منهم وخلاص. رميتهم برا البيت، الكاسيت والشرايط. قفلت الباب ودعيت ربنا إن كل حاجة تقف عند كده. بس تاني يوم لقيتهم على المكتب قدامي زي ما هما، كأني ما رميتهمش. أنا متأكد إني رميتهم، متأكد. خدتهم ورميتهم تاني، بس رجعوا في نفس المكان. مش عارف أخلص منهم. قلت طب أبوظهم. شديت الشريط الأسود وقطعته. عملت كده في كل الشرايط ورميتهم كلهم برا، وكسرت الكاسيت وقلت خلاص كده الموضوع انتهى. بس لا، رجعوا على المكتب كأني ما عملتش أي حاجة. جربت أحرقهم ولا حاجة نفعت. أنا هتجنن. أعمل إيه؟ أخلص منه إزاي؟ افتكرت حاجة. المحل، الراجل اللي اشتريت منه الكاسيت، هو كان خايف. أنا فاكر هو السبب، أكيد عارف حاجة. أنا هروح له، هواجهه وأفهم منه إيه اللي بيحصل، وهخلص من الشرايط دي حتى لو هرميهم في وشه. رحت للمحل وكانت الصدمة، ما لقيتهوش. كان مقفول ومفيش أي يافطة ولا أثر لمحل الحاجات القديمة. لفيت المكان كله ودخلت العمارة اللي جنبه وسألت، مفيش حد عارف حاجة. قالولي إن اللي كان مأجر المكان سابه بعد كام يوم بس، ومحدش يعرف راح فين ولا ليه أي أثر. حتى الراجل اللي قالوا إنه مأجر المحل مش هو اللي باع لي الكاسيت. أنا أعمل إيه دلوقتي؟ كل الطرق اتقفلت في وشي. أنا مبقاش قدامي حل غير إني أكمل سماع الشرايط. يمكن ده الحل الوحيد عشان أفهم إيه اللي بيحصل. يمكن ألاقي مخرج، أو دي تبقى نهايتي. مش عارف، بس هشغل الشريط الأخير. هو هنا، أنا عارف إنه هنا. أنا مستخبي منه دلوقتي. اكتشفت حاجة. أوضتي بتحميني منه. عشان كده أنا هنا فاتح كل الأنوار وقافل الباب. مش عارف قدامي قد إيه قبل ما يوصل لي، بس أنا سامع صوته بيحاول يدخل. أنا في أمان دلوقتي. هو ما بيعرفش يتحرك كويس في النور، بس أنا عارف إن ده مؤقت. الموضوع مسألة وقت وهيلاقيني.
النور اتقفل عليا، انا في الضلمة، انا سامع الباب وهو بيتفتح. لا لا، انا لازم اهرب. لقاني دي اخر حاجة هسجلها. ايه الصرخة دي؟ هو مات؟ انا هموت انا كمان؟ لا اكيد ده مش الاخر، اكيد في حل، اكيد. لا، مستحيل دي النهاية. زي ما ورطتني، طلعني منها، انت السبب في كل ده. هعمل ايه؟ ايه ده؟ الكاسيت اشتغل تاني لوحده، في حد بيتكلم. ولقيت الشرايط دي، لو انت زيي ولقيت الشرايط دي ومريت بنفس اللي انا مريت بيه، يبقى اسمعني كويس، ما تحاولش تخلص منهم، مش هتعرف. انا جربت كل حاجة، حلك الوحيد انك تديهم لحد تاني. لازم الشخص ده يسمعهم، وساعتها الموضوع هيتنقل له. وقبل ما تقول لا، فكر، حياتك ولا حياة غيرك؟ انا اسف اني ورطتك، بس انا عايز اعيش. يعني ايه لازم اديها لحد تاني؟ لا، انا لا يمكن اعمل كده. يعني اختار ضحية تانية عشان انا انجو؟ مستحيل. بس هو قال انا عايز اعيش، معنى كده اللي ما بيديهاش لحد غيره بيموت. انا مش عايز اموت. يا رب هعمل ايه؟ بس لا، مش عشان اهرب اذي غيري، اكيد في حل تاني، اكيد. انا لسه قدامي وقت، لسه ما وصلتش للمرحلة اللي هو كان فيها. اكيد في طريقة اخرج بيها من غير ما اذي حد. ايه ده؟ لا، النور بيذبذب، هيلاقيني، هيجدني. اعمل ايه؟ انا كده هموت. انا عملت اجبن حاجة ممكن اعملها في حياتي. اديت الشرايط لحد تاني، حطيت الكاسيت والشرايط في كرتونة وسبتها قدام باب جاري، وكتبت عليها مهم جدا لازم تسمعهم. ومن يومها كل حاجة وقفت، الأصوات اختفت، الظل ما بقاش موجود، كأن ولا حاجة حصلت من الأساس. بس أنا عارف الحقيقة، أنا ما خلصتش نفسي، أنا بس نقلت الحاجة لغيري. كنت بقول لنفسي أنا ماليش ذنب، وبعدين هو عنده نفس التحذير، ممكن هو كمان يختار غيره زي ما أنا عملت. النهاردة قريت خبر، جاري مات، قالوا سكتة قلبية. أنا قاعد أحاول أقنع نفسي إنها طبيعية، إن دي مصادفة، بس الحقيقة أنا عارف أنا السبب. أنا مش قادر أهرب من الفكرة دي. كل يوم بحاول أقول لنفسي أنا كنت خايف، ما كانش عندي حل، بس برضو في جزء جوايا عارف إني اخترت أعيش على حساب حد تاني. أنا هفضل شايل ده طول عمري. مش عارف إذا كنت اتنقصت ولا لعنت نفسي أكتر، بس اللي متأكد منه إن الشرايط دي لسه موجودة. بس يا ترى اللي وصلت له هيختار إيه؟